السلام عليكم ورحمة الله. في الفيديو ده هنتكلم عن أكتر 5 أسباب خلت مسلسل سفاح الجيزة أكتر مشاهدة على منصة شاهد. أول حاجة شباب، المسلسل ده اللي أكبر طوب الأرض إن يتفرج عليه على القصة بتاعته، إن هم عايزين يشوفوا قصة سفاح الجيزة اللي كانوا عايش حياة عادية جدا، ومكانش يبان عليه إن هو مجرم أو هو يطلع منه الكلام ده. فده اللي خلى الناس إنها تشوف سفاح من نوع جديد، وسفاح اول مره تشوفه انه بيتعامل عادي جدا مع الناس وتعامل معاهم بتواضع، ومن جواه وحش كاسر بيدمر قدامه اي حد. فده اللي خلى الناس تشوف او تنجذب للمسلسل ده، خليهم يتابعوا القصه كانهم بيتفرجوا على المنتخب في افريقيا. يلا بينا نشوف اكتر 5 اسباب. بس يلا قبل ما نبدا يا ريت تدعمنا باللايك والشير، وكمان لو انت اول مره تتفرج علينا في القناه تدعمنا بالسبسكرايب عشان نوصل لاكبر عدد من الناس. السبب الأول والرئيسي لنجاح القصة هي فكرة المسلسل. فكرة المسلسل تعتبر هي فكرة جديدة، الناس أول مرة أو ممكن تكون سمعت عنها عن سفاح الجيزة ده، وبيشوف المسلسل ده أو القصة دي كلها قدامهم حلقات بس درامية. كمان قصة إن كمان المجرم اللي قدامهم، أنا لسه بقول لكم إنها مجرم سايكوباتي، يعني أول مرة يبان عليه إن هو شخص عادي جدا ممكن نشوفه أو نقابله كل يوم، بس من جواه وحش كاسر. ده اللي كان حتى كان نغمة موبايله كلها كانت اغاني، كلها اغاني دينية، والمشية بتاعته مشية انكسار والكلام ده كله. بس الناس ما كانتش تعرف اللي جواه كان بيعمل ايه. في حاجة غريبة جدا عند السفاح، لو جيت لاحظته كده هتلاقي واخد عنصر لوحده، بمعنى انه بيتجوز 3 و4، بيتعامل مع ناس كتير قوي، ليه صحاب، كل ده، والناس عايزة تعرف هو ليه بيعمل الحركات دي كلها، ايه الدافع انه يقتل او يسرق، ايه الدافع ده كله. فده اللي كان بيخلي الناس تستنى حلقة ورا حلقة ورا حلقة لحد الحلقة رقم 8. السبب التاني وناس كتير هتقتنع معايا فيه هي الديكورات بتاعت المسلسل. المسلسل فيه شوية ديكورات زي الكتاب ما بيقول بالظبط، فعلا اختيار موفق لكل ديكور، فعلا متعوب فيه، بعيد جدا عن الاستوديوهات، دي حاجة موفقة جدا فيه. الإضاءة بتاعت الديكورات عموما كنت تحس كلها خافتة، ودي بتوازي الأحداث اللي احنا بنحس بيها أو القصة عموما، اللي هي الجريمة والغموض والكلام ده كله هي بتوازيه الإضاءة الخافتة دي. كمان الشوارع بين داخلي وخارجي، كل مشهد هتلاقي مره داخلي مره خارجي، كنت حابب الحكايه دي كمان. كل ده على فكره كان بيحصل في المسلسلات الاجنبي، ففعلا المسلسل يرتقي ان هو فعلا مسلسل اجنبي. السبب الثالث هي الممثلين، وافضل واحده مثلت فيهم بالنسبه لي هي حنان يوسف. من خلال الاداء والتمثيل وتعبيرات الوجه والخبره وكل حاجه، هي كانت احسن واحده فيهم. كل مشهد او كل حركه في المشهد بتاعها حتى بتتكلم وتديك تعبير كويس جدا، بينهم انها فعلا مشهد. وكمان لو جيت بصيت ادائها في التمثيل جدا سهل، وده اصعب حاجه في التمثيل لعلمك. السبب التاني او الممثل رقم التاني عندي هو ركين سعد. ركين سعد كان عندها شخصيتها صعبة جدا، فيها تناقض طول الوقت، مرة تبقى ضحية السفاح ومرة مع السفاح بتحبه والكلام ده كله، وتعبيرات وشها كانت مديني احساس فعلا انها الضحية السفاح. باسم سمرة عمل دور حلو جدا، محدش يختلف على فكرة على موهبته او حاجة، راجل محترم وموهوبة جدا على فكرة في التمثيل. بس في المسلسل ده كنت منتظر منه حاجة تانية بصراحة، او ممكن يكون الورق الدور اللي جاله ما خدموش قوي. الراجل بس ما بيعملش الا تعبيرين اتنين بس، لو حط طول ال8 حلقات ما هو بيعملش التعبيرين اتنين بس، واحد غضب وقرف طول الوقت، وبيلبس نضارة وبيكافح قدام سفاح الجيزة. طب هل شفت جديد، أداة جديدة؟ أبدا، من ايه بس من السمر. بس رغم انه يقدر يعمل اكتر من كده بكتير، بس الورق ما خدموش قوي في ايه في السيناريو ده بالذات. لو انت عايز تتكلم عن احمد فهمي شخصية مسك الشخصية طول 4 حلقات ممتاز جدا، طبيعي جدا، هادي بارد، بيمثل شخصية كويس، ماسكها كويس. بعد الحلقة اللي هي الحلقة السادسة والأخيرة، الكاركتر بدأ إيه يهمله، يتكروت، ما تفهمش، بدأ يتوه في الإيه في الإيه في يعتبر وسط السيناريو ده، بدأ يخش بين كريم فهمي وأحمد فهمي والدنيا بدأت تبوظ منه. بس هو كويس كدور، يعني كوجه عام ممثل كويس وعمل دور مشهد حلو قوي. بالنسبه للناس اللي قارنته على السوشيال ميديا بيوسف الشريف، لا لسه بدري قوي على احمد فهمي، يوسف الشريف في حته تانية خالص. بالنسبه لداليا شوقي مش هختلف عن ناس، كلام الناس كتير فعلا ادائها مش موفق، لسه ما عندهاش خبره كفايه عليها انها تفتح بقها وتاكل البرجر عادي. في شخصيه برضه ناس كتير قوي ما خدتش بالها منها، هي جهاد حسام الدين، اللي هي مثلت ايه شخصيه ام جابر اللي هي قتلت جثه بس هي صغيره. الست عملت مشهد واحد او مشهدين اتنين بالكتير، بس فعلا اثبتت إن الممثل فعلا اللي هو الموهوب فعلا يقدر يثبت نفسه حتى لو مشهد واحد. على فكره شاركت في مسلسل اسر غرفه 207، وكانت مسلسل ليه لا الجزء الثاني، وانتظروا على فكره الممثله ديت قدامها كتير قوي وشاطره جدا.
الرابع معانا هو الموسيقى التصويريه والازياء بتاعت الملابس اللي ظهر في المسلسل. الموسيقى التصويريه بتاعت الويلي والاحداث الشعبيه كل ده كلها نوستالجيا، انا حبيتها جدا وحبيت في المسلسل الحكايه دي تحصل فعلا، وكان اختيار موفق على فكره. بالنسبه للملابس بتاعت ريما العدل يعتبر جميله جدا وكانت مناسبه للشخصيات بتاعت كل شخصيه. المونتاج كان فيه مشكله معايا فيه، الدم الكتير ده ما كنتش حابه كل شويه يبين منظر الدم، وكل ما يظهر دم كان شكله بشع قوي، وكان صعب، ناس كتير ما بتحبش شكل الدم ده على فكره. فده اللي كان معاه، بس كان بيوزع على فكره الاحداث وكان مسيطر جدا، وكل القفله بتاعتي كل حلقه كان بيقفلها كويس. السبب الخامس هو الهادي الباجوري. هادي الباجوري مخرج العمل، اول 4 حلقات فعلا راجل عامل شغل مبذول جدا ومتحمس للمشروع. بداية بقى من الحلقة الخامسة للحلقة الأخيرة كله استسهال، كله استسهال وكله عمل درامي تقليدي جدا. كنت منتظر حاجة أحسن من كده، بس كشغل كويس. كانت عنده مشكله برضو في الفلاشات باكات كانت كتير قوي، وده كان ساعات بيلخبط الناس، كنت بتحس بقى انت في الحاضر دلوقتي داخلك في احداث كده ايه ده في الماضي. كان في برضو مشهد غريب انا ما فهمتهوش، كان مشهد بتاع ركين سعد في المستشفى، كانت بتتكلم الضابط عادي جدا، هي بتوصف لي المشهد والمشهد جه واللي بتحكي لها الماضي ازاي والفلاش باك ازاي وعداوتها ازاي، وازاي احمد فهمي عرف يوقع ما بينها وبين صاحبتها، وازاي بقى قالت لك بقى ازاي دفنها. بعد ما خلص المشهد والظابط مشي، جاب بقى المشهد ازاي ايه هو بيقتل الست وهي تعبت من المشهد ومشيت وجرت. فده كان عندي استمافة غريب، ما كانت تعرض المشهد ده بالكامل اثناء وجود يعتبر باسم سمرة موجود معاه في المشهد، اللي بعد ما المشهد خلص تعرض بقى ايه وترجع بقى بايه الحكايه دي. ده كان معايا استسهال اول المشهد ده ما حبيتهوش. قبل لسه ما انهي معاكم الفيديو هتكلم بس عن محمد صلاح العزب، هو اللي مؤلف المسلسل اكيد. محمد صلاح العزب بدأ القصه كويس جدا، رسم الشخصيات حلو قوي، بس تحسه ما عرفش يقفل المسلسل. عمق الشخصيه مش مهتم بيه تماما، يعني المفروض الشخصيات المفروض يتكلم بشخصيات مختلفه. يعني مثلا شخصيه ركين سعد المفروض يطلعها اكتر من كده، طلع منها كلام. شخصيه مثلا زوجة مثلا احمد فهمي يديها له شخصيات اكتر من كده، يديني نهايه ايه مقنعه. يعني عايز اعرف نهايه مثلا ساره عبد الله كانت ايه، نهايه ركين سعد ما متهمه مع احمد ايه مع احمد فهمي، ليه ما اداش حكم صريح عنها في المسلسل ده. ده الحاجات الغريبه ما ادانيش. اداني بعض التفاصيل ما كانتش بعيده عن القصه الحقيقيه. تمام، المفروض كان بيحكي قصه حقيقيه، المفروض يديها بكل حذافيرها، ما يديش ايه حاجه زياده او حاجه ناقصه. ده اللي استغربت فيه محمد صلاح العزب. بس كتاليف، اول 5 حلقات اديله 10 من 10، بعد كده ما عرفش يقفل المسلسل. ده كان عيبه الوحيد. كمان اخو احمد فهمي ده مش عارف، اكيد ده هيبقى فيه نهايه الجزء ايه، ساب النهايه مفتوحه عشان عايز يعمل جزء تاني، مش عارف هيبدا ينجح ولا لا. واخر حاجه تقييمي في المسلسل ده هو 7 من 10. كان لو كان يهتم شويه بالعمق وكان يهتم شويه بالتفاصيل الكلام اللي قلت عليه ده، كان الراجل ده كنت اديله 10 من 10 مستريح جدا. ده اللي كان عندنا النهارده، اتمنى منكم تعملوا اللايك والشير والسبسكرايب. ما تحلكم كلكم هادي احمد.